دلوقتي في الاتوبيس. هاخدكم كده مكان حلو قوي النهارده، مكان بحبه لما بفصل او بحب كده ان انا اقعد لوحدي بروحه دايما. فهاخدكم معايا فلوج حلو قوي النهارده، اتمنى يعجبكم. وتكتبوا لي رايكم في الفلوج في الكومنت في الاخر بعد ما تشوفوه، وتقترحوا عليا افكار كونتنت، عشان بصوا انا عندي الدنيا بقت صفر. لسه طالعه من المدرسه يا جماعه، كنت طول النهار في المدرسه وكده. طلعت من المدرسه وزهقانه شويه الفتره دي، فحابه اروح افصل مع نفسي شويه في المكان ده. مكان برتاح يعني. بصوا انا مش هحرق لكم كتير، بس هوريكم بنفسكم يعني. تمام، فيلا بينا. هاخدكم جوله حلوه قوي النهارده. لسه طالعه من المدرسه، اخدت اول اتوبيس عشان المكان ده بعيد عننا شويه. بس يلا يعني هنروح دلوقتي. جاهزين يا كمان؟ جاهزين؟ مبسوطة، مش عارفة مبسوطة ولا لأ. مبسوطة لما دي كده الأول. بقالي ياما ما جيتش هنا، بس حاسة إني عايزة أجي هنا الفترة دي. جاهزين يا جماعة؟ لسه ما وصلناش، بس تقريبا وصلنا. جو تخيلوا يا جماعة انا قد ايه مبسوطة دلوقتي، وقد ايه سقعانة برضه. انا حرفيا من السقعة هموت، بس مبسوطة. حاسة اني في العالم بتاعي، حاسة اني في اجوائي كده. لسه هوريكم كمان حاجات هتبهركم اكتر. ده مكاني المفضل على فكرة، يعني انتوا تشكروني ان انا هوريكم مكاني المفضل. هاخدكم لقطة كده بس من بعيد قبل ما نوصل بالظبط للمنطقة، هوريكم الجمال والتحفة اللي انا واقفة فيها. عمال يخش في عيني جو اجوائي، بالرغم ان انا متلجة بس مبسوطة. بقالي كتير قوي ما جاتش هنا يا جماعة. انا لما بحب افصل بحب اقعد لوحدي، بحب اقعد هنا. مكان ده كله بتاعي. احنا تقريبا وصلنا، شايفين الشجرة دي؟ ده الكومفورت زون بتاعي يا جماعة، اللي هنروح نقعد فيه دلوقتي. نقعد فيه. بصوا التلج زي بكل حاجة جاي يدخل يقعد جوه عيني. مبسوطة والله، انا مبسوطة قوي، مش عارفة اعبر. اخيرا اقدر اقول لكم وصلت. يا جماعة عارفين انا هنا بحس ان انا في العالم بتاعي، بحس ان انا الملكة او مش عارفة، حاسة ان انا في المكان بتاعي بجد، مفيش غيري. بصوا انا وربنا، مفيش غيري في المكان. ربنا اقرب حد ليا دلوقتي، هو اقرب لينا دايما، بس هنا باجي اتكلم مع ربنا على طول، باجي احكي له على مشاكلي في الحياة،
عندكم اعرفكم على صديقتي هنا. ويت يعني عندكم دي الشجرة دي صديقتي، يعني عارفة اسراري كلها. بحكي لها حاجات كتير قوي، بحكي لها حاجات كتير، باجي احكي لها كل حاجة. مبسوطة عشان بقالي كتير قوي ما جاتش هنا الصراحة، برغم ان السقعة والتلج دي النهاردة حسيت ان الفترة دي عايزة اجي هنا بتاع ده اللي انا طالعة فيه. المكان جميل جميل كده، بحس براحة نفسية وانا هنا. ليه؟ عشان بحس اني ببقى لوحدي، بحكي حاجات كتير لربنا، بتعامل براحتي، حتى لو احتجت اني اعيط ما بيبقاش في حد حواليا يبرر له انا بعيط ليه. فالمكان تحفة. شايفين المكان كله ابيض حواليكوا ازاي؟ مكان ابيض من قلوب بشر كتير حوالينا، والله العظيم. مكان نظيف كده، تحس بالنظافة والاسترخاء. حبيت ان انا اجي اقول لكم من المكان ده بالذات. وبعد طول انتظار هقلب بقى مذيعة تلفزيونية وكده. لا بس بجد، بعد طول انتظار خلصنا اول شهر من سلسلة 90 يوم، بعد صعوبات كتير، بعد وجع، بعد عياط، بعد استمرارية ومجاهدة كبيرة، وبعد حاجات كتير قوي. خلصنا اول شهر من 3 شهور اللي هي سلسلة 90 يوم. يا جماعة يا جماعة يا جماعة، أنا عايزة أغني، عايزة طب. أنا ببقى حاسة إني عايزة أعيط. مش عارفة أقول إيه الصراحة. المكان جميل أوي. بصوا 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 حواليا هنا، بصوا كده، بصوا الشجرة دي صاحبتي. أنا ببقى عايزة أجري كده أصوت. لو حد شافني دلوقتي هيفكرني مجنونة. بتمطر تلج، بصوا بس تحفة. عايزة اصوت والله، عايزة اصوت. ايه رأيكم في المكان؟ ايه رأيكم في البياض اللي حوالينا ده كله؟ انا مش عارفة اقول ايه، بس والله مش عارفة اعبر عن اللي جوايا هنا. مش متعودة ان اتكلم قدام الكاميرا كتير. انا واحدة اصلا ما بتعرفش تبين مشاعرها في الاوقات العادية، هتبين مشاعرها على الكاميرا ازاي؟ استنوا بس كده شوية على ما ناخد على بعض. بس هنعمل كده ستوب ريكوردينج دلوقتي، هنبطل تصوير واتعايش انا مع نفسي هنا شوية. عندي حاجات كتير احكيها لربنا، وحاجات كتير اشكر ربنا عليها ان انا وصلت لها النهاردة. حاجات كتير يعني محتاجة احكيها انا، ومبسوطة والله مبسوطة. مش عارفة انا مبسوطة ولا زعلانة، بس انا مبسوطة من جوايا دلوقتي، برتاح هنا يعني. مكان جميل زي ما انتم شايفين، وانا عارفة ان ده كله هيبقى رأيكم دلوقتي. الله على الجمال. محدش يقول ان المكان ده مش تحفة. اصلا في ضبابة كده، الضبابة البيضة دي كلها مدارية كل الجبال، بيبقى فيه هنا جبال كتير باينة، بس كده كده المكان ده بتاعي انا بس، يعني انا فرجتكم بس عليه، بس هو بتاعي انا بس، بتاعي انا بس. شايفين يا جماعة البيوت اللي هناك دي؟ شايفين المناظر؟ محدش والنبي يقول لي ان انا اوفر، بس حرام يعني جمال المكان ده حلو تحفة. حابة اقعد مع نفسي دلوقتي شوية، فهنعمل ستوب ريكوردينج كده، عشان مش عارفة اقول لكم ايه ولا اوريكم ايه هنا تاني. بس المكان تحفة، وما حبيتش احرمكم من فرصة ان انتوا تشوفوا المكان ده معايا، بس زي ما قلت لكم هو بتاعي انا بس.
بس هقعد مع نفسي بقى كده شويه دلوقتي، عندي حاجات كتير اعملها، وهشوف هرجع لكم وهنعمل ايه تاني. ده اللي بيحصل كل ما اجي هنا، طب يعني تعودوا. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. كم جاد من فضله قبل السؤال، وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن. لحظات ضعف كتير بنمر بيها في حياتنا، بس احيانا ما بتبقاش النهايه، بتبقى بدايه جديده. بنبقى محتاجين ان احنا نقوم كده ننفض هدومنا ونمسح دموعنا ونمشي، بس بنتعب برضه يعني. بنبقى محتاجين ندي فرصه لنفسنا نعبر فيها عن مشاعرنا. احيانا بنبقى محتاجين ناخد ستوب كده من الحياه، سواء بقى مش عيب ان احنا نعيط. انا شخصيا واحده بتعبر جدا بالعياط، يعني انا اقل حاجه بتضحكني واقل حاجه بتعيطني، يعني الحاجه بتاثر فيا بضحك، بعيط بسهوله جدا، بعيط بسهوله جدا وبضحك بطريقه اسهل يعني. اهم حاجه ان احنا ما ننساش ربنا في حياتنا، والله العظيم. مش كئيبه والله يا جماعه، بس يعني بحاول اعيشكم الحياه بواقعها، بحاول اوريكم ان الحياه فيها حاجات وحشه وفيها حاجات صعبه، ومش دايما الحياه بيرفكت، مش زي اللي بنشوفه على السوشيال ميديا. ناس كتير يعني انتوا بتشوفوا 10 دقايق بيتصوروا من 24 ساعه في اليوم. ناس بتضحك، ناس مع عربيات، ناس وناس وناس. تبداوا تسالوا نفسكم بقى احنا ليه مش كده؟ احنا ليه حياتنا كلها مشاكل؟ احنا ليه 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 ليه؟ بس مش ده الواقع. الناس اللي انتوا بتشوفوها مبسوطة قوي على السوشيال ميديا دي بتبقى بتمر بصراعات تانية كتير في حياتها. بس انا حبيت اعيشكم الرحلة كلها معايا، سواء الرحلة بنكدها او الرحلة بفرحتها، عشان تعرفوا ان دي الحياة الطبيعية. شوية ضحك وشوية هزار وشوية عياط كتير قوي، كلنا بننهار، كلنا بشر عندنا مشاعر في الاخر. ولد، بنت، ام، اب، الكل. ما تحكموش على حد من شكله، مهما تلاقوا ان الشخص كده صالب طوله صدقه وبيضحك ومبسوط وفرحان، بس لا، بيبقى احيانا بيمر بصراعات كتيرة قوي جواه. حاسه اني اتاخرت ومحتاجه ان انا ارجع، بس انا مش عايزه اسيب المكان هنا الصراحه. مش عارفه، بحس براحه كده مش طبيعيه لما ببقى موجوده هنا. كنت اتعرفت عليه بالصدفه، كانت احسن صدفه في حياتي. انه جميل. كم جاد من فضله قبل السؤال، وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله يعلم
المنطقة اللي عندنا ومحتاجين نرجع نشوف. وما نعانيه أنا عايزة أعمل حاجة كده بس مش عارفة صح ولا غلط. لا رجلي ومن سقم هندفن في التلج. يا لهوي ببص رجلي. كنت عايزة أروح أقعد في نص التلج ده كده. هقعد. استنى نروح هنا أسهل عشان هنا أنا خفت صراحة. بصوا تلج. هقعد بس أنا خايف التلج دخل في رجلي من جوه. أقعد هنا. يا لهوي استنى ده أنا أوريكم رجلي جوه ازاي. بصوا كل دي بصوا خايفة أقعد بس عشان هدومي يا جماعة. نقعد عادي الحياة مرة واحدة. ايه اللي هيحصل لهدومي يعني؟ كنت في التلج دي باظت. استنى مش عارفة. بصوا قعدت هنا قعدت هنا. ساقعة. قلب معوق. مبسوطة قوي يا جماعة. تلج. عارفة ان انتوا بقيتوا متخيلين انا قد ايه بحب التلج. يا جماعة مبسوطة. بينا يا جماعة نرجع مكان ما جينا ونعيد رحلة الحياة وننطلق من جديد. جينا خدنا الطاقة كده. أهم حاجة ما كنتش سايبة المقلمة بتاعتي عشان مش هرجع هنا تاني على طول. بس مبسوطة قوي باليوم ده. أتمنى إن الفيديو يعجبكم. وهيا بينا نعيد رحلة الحياة. يلا بينا نرجع لمدرستنا ولحياتنا تاني. فصلنا شوية ومحتاجين بقى ايه نشتغل اكتر الشهر ده على نفسنا يا جماعة. فهي دي رحلة الحياة يا جماعة. رحلة صعبة وكلنا محتاجين نتقبلها بحلوها ومرها يعني. فأتمنى يكون الفيديو عجبكم وأتمنى ما كنتش تقيلة عليكم ونكدت عليكم. بس زي ما قلت لكم هدفي ان انا اوريكم الحياة زي ما هي من غير editing من غير تصنع ومن غير اي حاجة عشان تفهموا ان الحياة صعبة بجد وان مش انتوا بس اللي كده. لا حتى المشاهير اللي عندهم ملايين اللي بيضحكوا كل يوم دول بيواجهوا حاجات اصعب من كده كمان. فاتمنى ما كنتش نكدت عليكم واتمنى تكتبوا لي رايكم في الكومنت. بحبكم كلكم قد الدنيا. بس كده اشوفكم على خير وما تنسوش تيجوا تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك عشان ما يفوتكوش محتوى. عشان فيديوهات السلسله بتنزل هناك قبل هنا على فكره عشان تبقوا فاهمين. بس